بصوا مشتريات ال 15 يوم ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا نقول لكم الاسعار والاثمان كام والسعر كام وهتجيبي ايه وناقص ايه اللي هتجيبيه معاكي وايه اللي مش هتجيبيه، وممكن يكفي الشهر ولا ما يكفيش الشهر، ممكن يكفي ال 15 يوم او ما يكفيش ال 15 يوم. تعالي ونقول لك على تريكات وحاجات في الفيديو ده هتنفعك جدا جدا جدا، وتوفير التوفير. حبايب قلبي ما تنسونيش في اللايك وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده. النهارده ان شاء الله جايبين بقى ايه الميزانيه بتاعت شهر ايه 9، يعني 15 يوم من شهر 9. هنجيب ايه، هنعمل ايه، هنوفر وهنجيب حاجات تدابير التدابير يا ولاد، وحاجات مش يعني. بصي واحده بعتالي بتقول لي يا ماما لومي انا ميزانيتي 2000 جنيه امشي البيت ازاي؟ قلت لها ماشي حبيبتي تعالي واحنا هنعمل مع بعض الميزانيه وهنشوف النهارده هنشوف هنجيب ايه. قالت لي انا عندي التموين بجيبه ماشي، يعني زي التموين بتاعي كده مثلا. هم 4 افراد بس احنا هنا دولت نفرين ماشي. جايبين التموين اهو زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهو تمام. وده فرق العيش، مكرونه صغيره ودي شعريه، ودي مكرونه ثانيه صغيره اهي، ودي ايه شعريه كيسين شعريه، ودي كيسين ملح، وادي السكر ما شاء الله اللهم بارك. احنا نفرين دول نفرين بس هي 4 تنفار تمام، يعني هي بتجيب 4 ازايز. بصي يا حبيبه قلبي خليكي مركزه معايا، انت بتجيب 4 ازايز زيت و4 ازايز اكياس سكر. طبعا المكرونه دي والحاجات دي فرق العيش وحتى الملح ده تمام يا حبايب قلبي. احنا بتجيبي ايه تاني بقى؟ انت اول حاجه هتشتريها ان شاء الله انا معايا طبعا مكرونه من الشهر اللي فات. لو انت عندك، انت ما عندكيش، انا بتكلم على اللي عندي واللي ما عندكيش. ادي دي عندي انا كمان زياده تمام. عندي هنا جبت انا ايه كيلو مكرونه، ده انت بقى دوت اللي حاسبهولك من ضمن الحسابات بتاعتك. خلي بالك نص كيلو مكرونه اقلام، وادي دي مكرونه نص كيلو مكرونه للكشري تمام يا حبايب قلبي اهو ده كده. وهنا دي برده شعريه، دي عندي انا ليا بالنسبه لي انا دي عندي من الشهر اللي فات. فاحنا ايه هنشيلهم كده على جنب عشان ايه بعيد عنها. هي احنا اللي اشترينا لها بس دلوقتي كيلو مكرونه اقلام، ده دولت من ضمن احسبي معايا من ضمن ال 2000 جنيه تمام يا حبايب قلبي. وجبت ايه تاني يا ماما لومي؟ جبت نص كيلو عدس بجبه ما شاء الله، ربع كيلو عدس اصفر تمام. جبتلك ربع كيلو فول مدشوق بتاع ده لوبيا، جبتلك ربع كيلو فاصوليا تمام. جبت ايه بقى تاني؟ جبت ربع كيلو فول مدشوش اهو كده تمام. الحمد لله رب العالمين. جبت بقى كمان ايه يا لومي؟ جبت كيلو دقيق، اللهم صل على النبي، ده كيلو دقيق تمام. يبقى هنا المكرونات اهي، وادي ده كيلو دقيق. جبت كمان الرز، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت 2 كيلو رز، هم 4 تنفار، ادي 2 كيلو رز شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. جبت 2 كيلو رز اهو، كل واحده نص كيلو تمام اهو. 4 تنصاص كده اهو، نعمل كده اهو كده، وهنحط الرز كده ما شاء الله اللهم بارك اهو. 4 تنصاص رز تمام. يبقى دوت تموين البقوليات والحاجات دي. جبت كمان معايا نص كيلو فول تدميس، كل ده تمام. هنعمل بقى ايه تاني؟ هنشوف الحاجات الايه التانيه. طبعا كل الحاجات دي الاسعار بتاعتها هقول لكم عليها طبعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احسبوا معايا عشان تبقوا عارفين بالورقه والقلم. جبنا اللهم صل على النبي. طبعا لسه اقول ايه البصل جبنا بصل طبعا، بس لما اشوف الاول. الرز ب 46 جنيه، الكيلو ب 23. عندنا الكيلو ب 23. رزيه حلوه وجميله زي ما انتم شايفين كده، شايفين رزايه كامله والله ب 23 جنيه. شوفوا انتوا عندكم بكام وقولوا لي. المكرونه ب 23 ب 24، جبت كيلو ب 24 تمام. اللهم صل على النبي. العدس الاصفر جبت نص كيلو ب 24 العدس الاصفر. العدس ابو جبه ب 26 النص كيلو. اللوبيا ب 22 ونص ربع كيلو. الفاصوليا ب 16 جنيه وربع، ب 16 جنيه جايبه ربع كيلو. الفول ده ب 10 جنيه، ده ب 60 جنيه الكيلو. النص كيلو ب 30 جنيه تمام. ايه تاني يا لومي؟ هقول لكم بسم الله ما شاء الله. الحاجات دي هنشيلها وهنرجع لكم تاني. جبنا ايه كمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
دي طماطم زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك. مش عشان حاجه، عشان انا عندي المطبخ ضيق. اللهم صل على النبي. طماطم جميله ازاي. تفاح الكيلو وربع ب 10. جبت دول 2 كيلو ونص، 2 كيلو ونص طماطم زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل على النبي. جبت ايه ده؟ دولت لمده 15 يوم يا اولاد، ده خزين 15 يوم. دي بطاطس اللهم صل على النبي زي ما انتم شايفين كده. ادي البطاطس 2 كيلو ب 25، 2 كيلو ب 25. البصل 2 كيلو ب 20. جايبه البصله دي الكبيره وجايبه البصله الصغيره، تمام. ده عشان السلطه وده للخضار. انا بحب البصل البني الاحمر يعني. دول 2 كيلو ب 20 جنيه، الكيلو ب 10 جنيه. اللهم صل على النبي. دول جبتهم بقى، قلت له بكام الخيار؟ قال لي ب 30. الخيار هو اللي غالي. جبت ربع كيلو خيار، ربع كيلو بس. وجبت الفلفلتين دولت اداهم لي كده، دولت ب 5 جنيه عشان ده ب 15. يعني انا خدت قرن كمان تاني، تمام. ده الخيار. ايه تاني يا لومي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في كمان ابن اللهم صل على النبي. دي من ضمن المشتريات كرتون البيض ب 140 جنيه. دي كرتونه على بعضها ب 140 جنيه. دي المشتريات بتاعتنا بتاعت الايه، اللهم صل على النبي. جبت ب 5 جنيه رده عشان الشوي السمك، تمام. احسبوا بقى معايا وهتشوف الحسبه دي قطعت كام. في حاجات تانية هوريها لكم. يلا بينا هنقفل على دي ونجيب لكم الحاجات التانية. هنا بقى جبنا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده بانيه، بسم الله الرحمن الرحيم. جبت ايه؟ 2 كيلو بانيه. البانيه بكام؟ ب 160 جنيه عندنا. جبت 2 كيلو بانيه، 2 كيلو ده صدر بس لوحده نص كيلو. وجبت هنا 3 صنصاص. وجبت ايه تاني يا لومي؟ هقول لكم جبت ايه تاني. استنوا بس عشان ايه نقول لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبنا هنا دي اوراق وخليناها، تمام. بصوا يا ولاد، معلش الكاميرا هجيبها كده شويه اهي كده. جبنا هنا دي وراك. بصوا حتى عامل لي ايه الهياكل بتاعتها، قصدي الخلي بتاعها اهي. ادي الوراك، بصوا عاملها لي علشان ايه؟ اعملها حمام كداب. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. 3 وراك دول طلعوا كيلو وربع اهو، 3. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 وراك ودولت علشان نعملهم نسلقهم علشان الشوربه، عشان لما اجي اعمل البانيه واعمل اي حاجه يبقى دول ايه موجودين معاهم. طب يا ماما لومي انت هتعملي ايه بدول كلهم كده ال3 بس دولت من غير لحوم ولا كده؟ بصوا حبايب قلبي، احنا ممكن نقضي شهر 15 يوم دولت بالفراخ والبانيه، وال15 يوم التانيين نجيب بدلهم، يعني نجيب الحاجات اللي هي ناقصانا دي، بس نجيب حاجات ايه بقى؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نجيب بتاع دوت لحمه مفرومه. لحمه مفرومه هتكفي معاكي وهتبقى ايه 100 100. اللحمه المفرومه ليه دوت انا جايباه. بصوا ده النص كيلو ده هنعملها ناجتس عشان العيال والمدارس، نفرمها وهنعملها معاكم بطريقه ثانيه هبقى اوريها لكم ازاي. البانيه هنا ده ادي الكيس فيه 8 قطع اكيد. 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 5 6 7 8 قطع اهو، عشان انا عارفه نص كيلو 8 قطع. احنا 4 تنفار. الكيس ده هيتقسم على نفرين، وده نفرين وده قصدي مرتين، ودي مرتين وده مرتين، 6 مرات. والفراخ ديت الوراك دي هنعملها على مره، ادي 7 مرات. 7 مرات ودوت هنعمله للمدارس عشان المدارس داخله كل سنه وانتم طيبين. يعني 7 مرات في ال 15 يوم، يعني يعتبر يوم لحمه ويوم ايه ارداحي، يوم لحمه ويوم ارداحي. يوم الارداحي ده ممكن تعملي بيض وتعملي شكشوكه وتعملي حاجات زي كده. ناقص بقى ايه بالصلاه على النبي. احنا حسبنا الحسبه دي كلها. بصي انا كاتباها هي بالورقه والقلم عشان تبصوا حبايب قلبي وتشوفوا. انا كاتبه الطماطم وكاتبه ايه الطماطم قلت لكم اللهم صل على النبي ما قلتلكمش الاثمان بتاعتها كام. انا قلت الخيار ب 30، جبنا الربع ب 15. الطماطم 2 كيلو ونص ب 20 جنيه. الفراخ بقى، الفراخ دي دول ب 405. بصوا ب 405. اللهم صل على النبي. كيلو البانيه ب 160 ودوت الكيلو وربع قال لي كام 88، خدته 85. تمام يا حبايب قلبي. كرتونه البيض ب 140 جنيه. كيلو الدقيق ما حسبتهوش ب 20 جنيه.
تمام. عايزين بقى كمان نجيب كمان لسه ما جبتهاش جبنه القريش. الجبنه القريش ب 80 جنيه كيلو. هنجيب بتنجان 2 كيلو بتنجان، وهنجيب ملوخيه، وهنجيب كرنبه والخضره بتاعتهم. الكرنبه جبناها ب 30 جنيه بس هي لسه عند الراجل بس ب 30 جنيه، والبتنجان الكيلو ب 10، ال 2 كيلو ب 15 جنيه، ادي ايه 45 جنيه. اللهم صل على الملوخيه، حزمه ملوخيه او حزمتين ب 10 جنيه 55 جنيه. حطوا بقى اجمعوا كل ده، هتتجمع كام؟ بسم الله ما شاء الله. انا حسبت الحسبه دي غير الكرنب والحاجات دي 55 877 قولوا 875 و55 ادي 940 جنيه، يعني مش محصل 1000 جنيه يا ولاد. 1000 جنيه ميزانيه شهر. هي بتقول لي اعملي لي ميزانيه شهر 2000 جنيه. 2000 جنيه ميزانيه للشهر كله. دولت مكمل لسه 900 جنيه، يعني في 100 جنيه ناقصه و100 جنيه الثانيه. بس هي قالت لي الكهرباء والحاجات دي على جوزي، يعني الكهرباء والميه والغاز والحاجات دي كلها عليه هو بيدفع، واحنا بنجيب طبعا فرق العيش من البطاقه زي ما انتم شايفين. فانت الحاجات دي عندك اللوبيا، وعندك الفاصوليا، وعندك العدس، وعندك العدس الاصفر. هتعملي كشري، هتعملي عدس عادي، هتعملي مسقعه من البتنجان اللي احنا قلنا هنجيبه. الجبنه القريش هتعمليها يفطروا منها جنب البطاطس الحلوه دي، جايبين 2 كيلو ب 25 جنيه، تحمري منها تعملي صينيه بطاطس. عندك بصي كل حاجه. انت دي بقى دي فكرتك انت، وانت مقدرتك، وانت اللي انت عايزه تعمليه. بس احنا بالنسبه للتوفير ده توفير 100 100. لما كل واحد ياخد حته بانيه من البانيه ده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حلو قوي. 4 قطع في الطبق، حلو قوي قوي قوي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا ادي الفراخ 2 4 5 1 2 3 4 5 6 اطباق، وادي كمان اللي وراك، وهنا الصدر الكبير ده اللي هنعمله ناجتس، وادي الطماطم والبطاطس، وادي البقوليات كلها والرز وكده والمكرونات والتموين، وادي البيض. الحاجات دي كلها تكفي 15 يوم بسم الله ما شاء الله، ويفيد كمان، هيفيد منك كمان. يعني بصي ما تتضايقيش وما تزعليش وما تخافيش ان انت هتقولي ايه قولي 2000 جنيه، لا يا حبيبه قلبي، لو انت حسبتي دولت هيطلعوا اقل من 1000 جنيه. فانت لما تكرريهم تاني، بس ما عدا بقى ايه البانيه دوت، لو عايزه تمشي على البانيه مشي على البانيه، مش عايزه تمشي على البانيه مشي على الفراخ بتاع ده. اللحمه المفرومه، كيلو اللحمه المفرومه هيرمي معاكي قد كده. وبعدين خلي بالك، عايزه تعملي مكرونه بشاميل ممكن تاخدي طبق من دولت تفرميه، مش تفرميه تقطعيه قطع صغيره كده وتعمليه معصج زي اللحمه المفرومه بالظبط، وتعملي مكرونه بشاميل. مش لازم تعملي البانيه كده، اعمليه ستريبس، قطعيه خرط كده. الطبق ده هيكفيك بسم الله ما شاء الله يتعمل ستريبس. انا بقول لك اختيارات وانت عليك اللي انت تعمليه. هنا ممكن تعملي كفته، ممكن من ده بدل ما تعملي ناجتس، انا ما هعمله ناجتس وهعمله كفته. الكفته دي تتعمل كفته، تتعمل كفته، او اي طبق من دول تفرميه وتحطي بصلايه وقرن فلفل وشويه معلقتين بقسماط، وتعمليها احلى كفته مع بقدونس كده مفروم معاه، احلى كفته تعمليها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اكله توفي، جميله جدا جدا جدا. ده كان اليوم المشتريات بتاعنا النهارده، شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ايه رايكم؟ ما تنسونيش في اللايك. صلوا على النبي يا ولاد. الف صلاه عليك يا حبيبي يا رسول الله، الف صلاه عليك يا حبيبي يا رسول الله.